السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بيكم في مطبخ بوسي. لو اول مرة تشوفي قناتي اسعديني باشتراكك في القناة، ولو عجبك الفيديو لايك وشير كتير. زي ما انتوا شايفين كده هنعمل الطعمية. ايه اللي هيخليني اعمل الطعمية معاكم؟ اول حاجة الطعمية يا جماعة بقى طعمها مش حلو، بقت هشة وما بقتش طعمها حلو بجد. يعني انا بعاني ان حوالينا مطاعم كتيرة جدا، يعني كل شوية بتروحي مطعم تجربي الطعمية بتاعته. بجد يعني من أسوأ لأسوأ. عشان غلوها طبعا وبقت صغيرة جدا. مش مشكلة بس يكون طعمها حلو، يعني انتوا غليتوها خلوه طعمها زي بتاعت زمان. انا من الناس اللي انا عشاق الطعمية. ما بقتش احب الطعمية، بقيت اجيب الفول، بحس ان طعم فطار، يعني الفول لسه بخيره، يعني لسه طعمه حلو بنجيبه بيبقى حلو. بس الطعمية بجد بقت صغيرة جدا، ما بقتش تشبعي منها، ما بقت هشة لدرجة ان ما بقاش فيها الفولة اللي احنا شايفينها دي. الاول كنا من كتر الفول اللي في الطعمية كنا بنجيبه بنلاقيه لسه صحيح لسه ما اتطحنش، من كتر الفول بتاع الطعمية، فاهمين قصدي يعني. المهم نجيب بقى الفول، ربع كيلو فول مدشوش زي ما انتوا شايفينه كده. جبته، غسلته كويس ونقعته اكتر من 12 ساعة. يعني هو منقوع دلوقتي اكتر من 12 ساعة، اقل حاجة 12 ساعة، اقل حاجة من 12 ساعة 8 ساعات. بص الفورة يعني شربت المية بتاعتها وبقت تتكسر معايا. هنجيب بقى بصلاية متوسطة وراس توم كده نفصصها ونغسلها ونروح حاطينه على الفول. ومعانا حزمة كرات بس وربع حزمة كزبرة. انا مقطعاها وهتلاقوني وانا بحط في الكبة. هوريكم حبة قد ايه. وهنحطهم في الكبة بتاعتي بقى بالعافية، عافية شوية. بقيت يعني اضرب حبة واستنى حبة عشان ما تسخنش معايا. عايزة تعمليها في الخلاط اعملي الخلطة دي في الخلاط، بس هتحتاج منك مية زيادة. هتضطري ان انت تصفيها من المية بتاعتها. هنا بقى انا حطيتها في الكبة، صراحة بتضربها كويس جدا. بس حطيتها حبة حبة وبقيت اريح الكبة. يعني لو الكبة بتاعتك بعافية زي بتاعتي كده ريحيها شوية شوية، وهتخلص معاكي بسرعة، ما فيهاش اي تعب ولا اي حاجة. دي بقى بصوا حبة الكزبرة اللي انا قلت لكم عليها ده، لو عندك يعني لو امكن تحطيها. انا خدت حبة، يعني حبة صغيرين قوي، كام فرع كده من الحزمة. ورحت حطاها بتديلها طعم حلو. لو مش موجودة خلاص ولا يهمك، مفيش حاجة بتوقف الوصفة. لو حاجة مش موجودة ومش مهمة خلاص في بديل ليها، بس هي بتدي بجد نكهة حلوة شوية، نكهة حلوة يعني. هنحط بقى بقية الخليط بتاعنا. في الاول انا حطيت حبة مية صغيرين جدا، لقيتها لسه ناشفة معايا. وطبعا احنا مصفيين كل حاجة. لما تكوني مصفية كل حاجة ما فيهاش ميه، الكرات غسلاه كويس جدا جدا وبيبقى فيه طينه تكاد تكون يعني واخده حبه حبه كده تحت الحنفيه، واحده واحده، يعني كام واحده كده تحت الحنفيه، ابقى ضامنه ان هو طبعا بره بيحطوه بيغسلوه كده وبيحطوه. بس بتبقي ضامنه ان كل الطينه بتاعته نازله، واي عنقود كده مش حلو او اي حاجه بتروحي شايلاه طبعا. اهم حاجه تكوني مصفياه. انا غسلته كويس وصفيته في المصفى. لدرجه التوم غسلاه ومصفياه برضو في المصفى. والفول طبعا احنا نقعينه ومغيرين له الميه كذا مره، وبعد كده صفيته بقى بالمصفى. كل ده واتحطيته في المصفى كل حاجه لوحدها، عشان اضمن ان كل حاجه ناشفه معاكي، عشان ما يبقوش فيهم ميه تيجي تضربيهم في الكبه تحس ان هي ناعمه. شايفين حبه الميه قد ايه؟ انت اللي بتتحكمي بقى في الميه، مش الميه يعني هما يبقاش فيهم ميه تيجي تضربيهم هتبقي حاسه ان الخليط ناعم معاكي او خفيف معاكي، مش هتعرفي تحطي حاجه تاني. طبعا انا هنا بقى عملته بالهاند بريند، حسيت ان الكبه سخنت قوي وكانت لسه حاسه ان هي خشنه شويه.
فاهمين قصدي؟ رحت جايبه الهاند بريندر ورحت عاملاها كده، عشان اضمن ان هي كام واحده كده كانوا صحاح، كام فوله كده ما اتطحنوش في الكبه، وعماله الف. خفت على الكبه الصراحه، رحت عاملاها بالهاند بريندر. يعني انت حتى لو عندك هاند بريندر ممكن تعمليها، عندك خلاط ممكن تعمليها، باي حاجه هتعمليها. اهي الكميه على فكره حلوه قوي، عملت لي كميه حلوه. اول حاجه بقى احنا مش هنحط التوابل على اللي احنا هنشيلها في الفريزر، فاهمين قصدي؟ احنا هنحط بس، حطيت حوالي 3 معالق. اه انا حطيت كده 3 معالق. حسيت ان الكميه اللي احنا بنجيبها من بره يا جماعه، فاهمه؟ يعني السعاده بقى ان انت اللي عاملاها. حطيت ملح، حطيت شعرة كربوناتو زي ما انتوا شايفين كده. بصوا انا حطيتها على ايديا عشان تبان. آه، آه، مش حابة ان انت تحطي كربوناتو، ممكن تحطي بضايه هتخليها هشة وجميلة. حطيت كمون، حطيت كزبرة، حطيت فلفل. هي دي التوابل بتاعتنا. عندك سمسم يا ست الكل، اعمليها بالسمسم مفيش مشاكل. دي بس كترت فيها الكزبره شويه، الطعميه بتبقى حلوه بالكزبره شويه. زي ما انتوا عارفين كده الراجل بيرش عليها شويه كزبره كده، لو هو ما بيحطش عليها سمسم. كتري شويه الكزبره وبتديها طعم حلو قوي. بس وهنقلبهم. وبعد كده بقى لو عندك بقدونس، آه بصوا فرعين بقدونس كده زي ما انتوا شايفين كده. انا بقسم البقدونس نصين كده وبروح مقطعاه، فاهمين قصدي؟ بدل ما اقعد كده اروح لماه كده واروح مقطعاه. نصين كده، اتنين نصين واروح مقطعاه. هي التقطيعه كده. ايوه انا بعمل الخضره كده لما بيكون حبه صغيرين. وتروحي رشاها وبيبقى طعمها حلو الصراحه. انا بقى ما كانش عندي سمسم. هقف؟ لا مش هقف، هعملها خلاص. هي ضربت في دماغي بالليل ان انا هعمل لهم الصبح، النهارده الجمعه، وهعمل لهم الطعميه. رحت مطلعه الفول ورحت آه نقعاه وقلت اعملها. جيت وانا بقليها ما لقيتش السمسم. قلت مش مشكله، هوقف نفسي مش مشكله. ما بحبش الكزبره عليها وهي بتتحمر كده على الوش. لو انت بتحبيها رش شويه كزبره وتروحي قرياها. زي ما انتوا شايفين كده. ورحت الزيت يكون سخن ويكون غزير. آه انا حطيته بدل ما اوطي عليه والطعميه تشرب مني زيت. انا حطيته على عين متوسطه، ولا عاليه ولا اللي هي الصغيره. وسخنت الزيت كويس ورحت عاملاه وتقلبيها وتطلع معاكي. طب انا حطيت ايه هنا وما بانش معايا؟ حطيت على حرف المعلقه بيكنج باودر. انا حاطه كربوناتو وحطيت بيكنج باودر. البيكنج باودر اللي هي بوسي عشان ما الطعميه ما تشربش زيت. حطيت على حرف المعلقه كده. زي الحبة الكربوناتو اللي انا حطيتها، يبقى احنا حطينا كربوناتو وبيكنج باودر عشان ما نتلخبطش. شعرة وشعرة عشان الحبة حبة الطعمية، عجينة الطعمية بتاعتنا صغيرة، حبة صغيرين. لو على الكمية كلها هنحط معلقة صغيرة ممسوحة من هنا ومن هنا. عشان ما تشربش معانا زيت حطي حبة بيكنج باودر. بتفرق كتير. وانا بقى بطلعها في المصفى ديت زي اللي عند الراجل بالظبط، وبسيبها كده تتصفى واروح حطاها زي ما انتوا شايفين كده. بصوا ال3 معالق العجينه طلعت معايا الطعميه قد ايه، وكان طعمها جميل جدا زي ما انتوا شايفين. ولو عايزه تكوريها بقى الكور صغيره وتبقى هشه من جوه، ولو عايزه تحطي عليها طماطم عايزه نحشيها. يعني انا حبيت اعملها لكم عاديه. عايزه تحشيها بقى اللي هي الهريسه الشطه. عايزه تعمليها بالطماطم والبصل كده بتقطعيه رفيع خالص. يعني في وصفات كتيره، وممكن اعمل كيس معاكم وصفه تانية. ودول هنشيلهم في الفريزر معانا. ودي كانت وصفتنا، والسلام عليكم.